ميل يشحتها. وللأسف الشديد شوف بقى الشباب المنتمين والشباب الغير منتمين. الشباب المنتمين يسمعوا كلام العلماء والمشايخ، الشباب المنتمين يجادلوا المشايخ. أنا رحت معاهم عندهم علشان يعني أصرفهم، مش ده وقته ومش دي قضيتنا دلوقتي، وأنا أعلم أصل القضية وأعلم وضع القضية الآن شكله إيه أكثر مما هم يعلموا، وأعلم واقع وحقائق هم لا يعلمونها. بعضهم سمع الكلام ومشي، والبعض ما سمعش الكلام. اللي ما سمعش الكلام ده البعض منهم أساء الأدب، والبعض منهم كان مؤدب ما سمعش الكلام وخلاص. وكنت أنا والشيخ عادل العزازي، أنا قلت قد يسمعوا كلام الشيخ عادل العزازي، برضو البعض ما سمعش كلام الشيخ عادل العزازي وفضلوا موجودين لغاية ما اتضربوا ومشوا. طب ليه؟ خلونا نكبر شيوخنا حتى لو اختلفنا معاهم، ما دام شيخ من الشيوخ الثقات اللي معروف عنهم ان هم مش بتوع الحكومة ولا بتوع النظام ولا بتوع اي حاجة، قال لك كلمة حتى لو انت مختلف معاه اسمع كلامه، اكبر له. دي من اكبر الحاجات ومن اعظم الحاجات اللي شفتها في صول. ولذلك انا امبارح اما بقول لهم اتمنى ان انتوا تقبلوني واحد من اهل صول، انا فعلا بقول الكلمة دي بصدق. ما كانش حد متصور ان هم يوم الاربع هيمشوا، هم من يوم الجمعة ولا من قبليها بكام يوم وهم نايمين ولابسين اكفانهم. وفي الجزئية دي يا دكتور صفوت اجمل شيء، يعني انا كمتابعة صحفية بقى، اجمل شيء في هذا الموضوع الثقة والصراحة والمصداقية والشفافية عند الدكتور صفوت والشيخ محمد حسان. مش زي ما تعودنا ان خلاص الموضوع انتهى وقعدنا مع الشباب وخلاص الموضوع. لا طبعا، لا اتقال، لا لسه الموضوع ما خلصش، لسه في قعدة حضرتك. واحنا رايحين امبارح انا والشيخ محمد حسان في عربية راكبين مع بعض، وكان معانا الدكتور محمد عبد السلام. انا من يوم الاربع لغاية ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس الساعة 10 بالليل من يوم الاربع، يعني الاربع كله والخميس كله انا قاعد ما بعملش حاجة غير ان انا ببحث في الموضوع. وزي الجبل على صدري لغاية صدري ما انشرح للرأي اللي احنا عاوزينه. اتصلت بالشيخ محمد الساعة تقريبا 10:30 بالليل، يا شيخنا هنروح امتى؟ قال لي بكرة الساعة كذا. انا نمت وانا مطمئن تماما. اما صلينا الظهر هنا في المدينة وركبنا العربية، الشيخ محمد انا حاسس انا يعني قرب من الشيخ محمد قرب القلبي والروحي خليني يعني اقراه من غير ما يتكلم. قاعد قلقان جدا، حاسس ان هو خليني اسميها، وان كان اول مرة اقول المصطلح ده، الفزع الايماني. مفزوع ايمانيا، خايف. انا طبعا مسؤولية. انا كنت مطمئن تماما ومنشرح، لان انا خلصت المسألة عندي واتصلت بكتير من شيوخي، حتى منهم من لم نذكر أسمائهم. ويعني هم تعمدوا ألا تذكر أسمائهم من باب أنه هو حكم لله وإحنا مش عاوزين حاجة، قضية الإخلاص. فالشيخ قاعد، يعني الشيخ محمد عبد السلام بيقول له أنت قلقان؟ قال له طبعا، أنت عارف إحنا بنعمل إيه؟ الشيخ محمد الجملة ديت يعني أنا بقيت أدعي وأقول يعني تحمل معاني كثيرة. بدعي للشيخ محمد إن ربنا يشرح صدره. وبدأنا نتناقش إحنا الثلاثة، وكان دكتور أحمد فريد قاعد معانا في العربية في الكرسي القداماني، وبدأنا نتناقش إحنا الأربعة. أنا عاوز حاجة تشرح صدر الشيخ محمد حسان وتثبته، زي ما أنا خلاص الموضوع بالنسبة لي يعني ربنا شرح صدرك محسوم واستقرت الأمور. أنا قعدت في سر كده يعني، وهم الشيخ محمد حسان والدكتور محمد عبد السلام بيتناقشوا. دي أول مرة أقول الكلام ده. وقعدت والله أدعو الله عز وجل. أنا عارف مكانة شخصين عند الشيخ محمد حسان، دكتور محمد إسماعيل مقدم صحيح، والدكتور محمد عبد المقصود. الشخصين دول أنا أعرف مكانتهم عند الشيخ محمد حسان. وأنا عاوز الشيخ محمد حسان يطمئن، لأنه لما بيطمئن خلاص يعني احنا الاثنين مطمئنين ومعانا المشايخ، خلاص الموضوع منتهي.
قعدت ادعو الله عز وجل ان يعني الشيخ محمد اسماعيل مقدم يتصل بالشيخ. وبعدين جالي تليفون فبتكلم ولقيت الشيخ محمد بيتكلم حد، فانا خلصت تليفوني ومش عارف هو بيتكلم مين، بس انا حاسس ان هو الشيخ محمد اسماعيل مقدم. والشيخ محمد حسان قاعد يكتب شويه حاجات. فبعد ما خلص لقيت الشيخ محمد حسان رجل تاني تهلل وجهه. واحد تاني خالص. نعم. انا اول ما لقيت واحد تاني خالص، احنا 3 قاعدين ورا فالدنيا مزنوقه شويه، فكنت حاطط ايدي في كتفه على كتفه كده وقلت له اما احضنك شويه كده عشان المكان يوسع. انا حسيت ان هو استقر نسبيا. بص لي كده قال لي الشيخ محمد اسماعيل كان بيتكلم. يعني كانت بالنسبه لي اطمئنيت على الشيخ محمد، كان فاهم سنه. دكتور محمد المقصود انا بتصل بيه من يوم الخميس طول النهار، لم يرد. من يوم الجمعه اسف، يوم الجمعه طول النهار ما ردش، ما بيردش عليا. ويوم السبت يعني طول النهار وطول الليل يوم الجمعه، ويوم السبت بتصل بيه ما بيردش لا قبل الظهر لغايه ما ركبنا العربيه، لغايه واحنا ماشيين. بصيت لقيت الدكتور محمد المقصود بيتصل. يا خبر ابيض، سبحان الله سبحان الله. يعني ايه يا شيخنا انت حضرتك زعلان مني ولا ايه؟ قال لا والله انا كنت نايم وحصل شويه حاجات ما كانش شايف. قلت له طب احنا رايحين اطفيح، وهو كان مرحب انه يجي لكن كان عنده شويه ظروف خاصه. ظروف قلت له طيب احنا اخر كلام بالنسبه للموضوع بتاع اطفيح ايه؟ فجاء قايل لي الكلام اللي احنا متفقين عليه. قلت له طب بعد اذن حضرتك انا هفتح السبيكر عشان الشيخ يسمع، عشان المشايخ يسمعوا. واتكلم لقيت الشيخ محمد يعني بقى حاجه تانية. انا بضرب المثال ده بان احنا قد ايه كشيوخ لما يكون الاخلاص موجود وفقط هو الامر ابتغاء وجه الله، لا تتخيل النجاح بيكون قد ايه. خليني اقول لحضرتك انا شفت ناس بيهربوا من الكلام، مشايخ معانا في اطفيح صحيح بيهربوا من الكلام ومش عاوزين الكاميرا تيجي عليهم ولا عاوزين يتكلموا ولا عاوزين اي حاجه. وشفت مشايخ تانية حريصه بيتخانقوا ان هم ازاي ما يتكلموش. هو ده، دي من الحاجات اللي انا بعتبرها يعني ايه فتوح ربانيه. خلينا دراويش شويه. لا خلينا نقرب من ربنا، وخلينا الواحد عنده امنيه بيتمناها من فتره كبيره، ان العلماء يعني يجتمعوا على كلمه واحده، بمعنى ان يبقوا صف واحد، يبقوا فصيل واحد. لان المشكله ان احنا العلماء منقسمين لفرق عديده، وده لا يقبل هذا، وده مش عاوز يقبل ده، واتباع ده يشككوا في ده، وبقت مشكله كبيره جدا وهي السبب. يعني أنا أتمنى إن الكل يعني هي أنا عارف إن هي صعبة شوية، لأن فيها دكتور جمال لما الدكتور صفوت كان موجود في الموضوع من البداية، الشيخ محمد حسان كان موجود في البداية، والدكتور عبد الله جه بعد ما يعني تم الالتقاء بالمجموعة الأولى، وجه بعد البداية وبعد ما استقرت الأمور. وبمناسبة الدكتور عبد الله بركات، طب تعالى نطلع لفاصل ونستقبل الدكتور عبد الله بركات.